السلام عليكم، معكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هشرح الديفل في اللعبه دي بالتفصيل، عشان الديفل هنا مختلف خالص عن سلك رود العاديه. تمام. الفيديو هيبقى متقسم لكذا جزئيه. اول جزئيه، انت ان شاء الله اول ما اللعبه تفتح هتجيب الديفل ازاي وتظبط الديفل بتاعك ازاي لحد ليفل 90. تمام. فانت ان شاء الله اول ما اللعبه بتفتح دوس على الثلاث شروط هنا، تلاقي كلمه سبيريت فوق دي اللي هي ديت. سبيريت دي اللي هو الديفل. تمام. بيفتح معاك في ليفل 25 ان شاء الله. انت كده كده اول ما بتلعب اللعبه على ليفل 22 او 23 في اليوم التاني، بيجي لك هدايا كده هنا فوق بتاخدها، بيبقى فيها البوكس بتاع الديفل. تمام. البوكس بتاع الديفل ده بيبقى 4 بوكسات. انت المفروض بقى تفتح ال4 بوكسات دي، كل بوكس تفتحه لوحده ويكون بحجر نفس اللون بس اشكال مختلفة. ازاي اشكال مختلفة وحجر نفس اللون؟ زي دول كده. تمام. دول هم 4 احجرة نفس اللون موف، اشكالهم مختلفة. فدول كده الديفل. فانا ابتدي افتحهم من البوكس واحطهم اشتغلوا معايا على طول. انا اخترتهم موف، كان كده معايا الديفل الموف. لو اخترتهم ابيض معايا الديفل الابيض. تمام. ده كده بالنسبه في ليفل 25. في ليفل بقى 45 بنرجع هنا تاني، نخش على دايموند شوب. دايموند شوب هنا اهو. تمام. بفر كده بلاقي عندي ايه؟ البوكس التاني بتاع ليفل 45. ده بيتجاب ب100 جوهره، بيديك اهو برضو 4 صناديق. كل صندوق برضو بتجيب احجره نفس اللون اشكال مختلفه. بتجيبه هنا ب100 جوهرة وبتحطه بتلاقيه تمام معاك. 65 بتعمل نفس الكلام. بس ما بتجيبش بقى الازرق ده، يعني بتسيبك منه عشان ضعيف شوية. ممكن تحاول تصرف شوية وتحاول تجيب ايه اللي هو ب500 جوهرة. 500 جوهرة هيكون كويس معاك عشان ده الذهبي. يعني بص، البوكس وراه ذهبي يعني الحجر هيبقى وراه ذهبي، بوكس وراه ازرق يعني الحجر هيبقى وراه ازرق، وهكذا. تمام. طبعا الذهبي بيكون اقوى من الازرق، فاحنا بنحاول ايه دايما نجيب 65 الذهبي. بس بعد كده بقى في ليفل 85 بنبتدي ايه؟ نجيب اللي هو الديفل الموف ده. تمام. بس هو غالي شويه، فطبعا مش كل الناس بتقدر تجيبه، بس طبعا لو قدرت تجيبه هيكون احسن حاجه. طبعا هنا مش مكتوب رقم 4، فانت هنا عندك ايه؟ الواحده بس ب500. يعني عشان تجيب ال4 حتت محتاج 2000 جوهره، فده غالي شويه. فطبعا لو في مقدره يا ريت نجيبه، هيفرق معانا كتير. لو مش غالي برضه هفهمكم ازاي بنحاول نطلع الديفل 65 ده نخليه 85. بس المهم خلينا في شرح الجزئيه الاولانيه. كان انا فهمتكم ازاي تقدروا تجيبوا الديفل اللي هو لحد ليفل 90 مظبوط. تمام. بتخش بقى على السبيريت. برضو في حاجة تانية مهمة. طبعا يعني احنا دلوقتي هنبتدي نشرح الجزئية التانية، اللي هو ايه الفرق ما بين مثلا الذهبي، الابيض، الموف، الكلام ده كله. تمام. كده كده الابيض الجوهرة اهي، بص مش مرسوم عليها حاجة، يعني ملهاش علامة الكهرباء دي ولا اي حاجة. فانت ممكن تجيب اي جواهر عادي. لكن مثلا من ابتداء من الموف بيبتدي ايه؟ بقى فيه رسمة. الرسمة دي هي رسمة نار مكتوب فاير، يعني دي بتقوي ضربات الفاير. تمام. طبعا احنا لما نحاول نشتري الديفل نحاول ننقي الاحجره عليها علامه الكهرباء، عشان معظم الناس طبعا بتلعب لايت. تمام. فانا مثلا ايه دلوقتي اهو شاري ديفل ذهبي. تمام. الذهبي ده وانا بنقيه نقيت عليه علامه الكهرباء، يعني حاولت ايه علامه الكهرباء وكلمه لايتنينج. فانا نقيتهم 4 نفس اللون اشكال مختلفه ايه؟ لايتنينج. تمام. فلما جبتهم بقى 4 وحطيتهم 4 مع بعض لايتنج، بيعملوا ايه بقى؟ بيدوني افكتات زياده. يعني بيقولك لو انت حاطط 2 لايتنينج مع بعض تاخد 1190 اتش بي زياده. لو حاطط 3 قطع تاخد الفيزيكال اتاك والماجيكال اتاك ده. فطبعا عشان احط ال4 فانا واخد ال4 مميزات. تمام. فدي حته مهمه قوي واحنا بنشتري الديفل، ان احنا نختار الاحجره صح. حاجه معينه كلهم عشان خاطر لما احطهم استفاد من المميزات دي اهم حاجه. تمام. فاللي احنا بنتكلم فيه دي حاجات اساسيه قوي في اللعبه، ما ينفعش ما تكونش عندك، عشان دي هتقلل من استيت قوي الشخصيه وهتحس ان الدنيا معاك مش احسن حاجه. فاحنا كده عرفنا ازاي نجيب الديفل، عرفنا ازاي نرتبه، عرفنا ايه الفرق بين رسمة الكهرباء ورسمة ال مثلا هنا مثلا الكولت التلج. لو انت بتلعب تلج انت بقى بتجيب الجوهرة على حسب انت عايزه يقوي معاك ايه. تمام. دلوقتي بقى نتكلم في جزئية تانية، احنا ازاي بنقدر نجيب الاحجار بتاعت الديفل اصلا من غير ما نشحن. يعني احنا مثلا جبنا ليفل 45 عايز بقى انا ايه مثلا معايا مثلا سي ايه جوهرة. انا معيش مثلا جوهرة ليفل 25، بس مثلا معايا جوهرة ليفل 25 وعايز اخليها 45، او انا عايز اصلا يبقى معايا جواهر من غير ما ادفع او اشحن اي حاجة. تمام. برجع هنا اهو، بدوس على الثلاث شروط، بدوس على اكتيفيتي. تمام. في حاجة هنا اسمها بقى ايه؟ فورجيتن وورلد. تمام. الفورجيتن وورلد دي بتبقى زي دانجيون كده بتخشها ايه كل يوم. تمام. طبعا بتخش بجوهرة هنا كده. تمام. هبقى اوريكم بتتجاب ازاي بعدين. بس هي عموما بتتجاب بسهولة، يعني احنا ممكن ندوس هنا ونجيبها اصلا.
يعني دخلنا اهو، دخلني الجلد شوب. هو في الجلد شوب كده تحت خالص تقدر تشتري الجوهرة دي مرتين في اليوم. لما بتشتريها بتقدر تخش ايه الفورجيتن وورلد. كل ما بتخلص في الفورجيتن وورلد دي كل ما بيجيلك ايه احجار الديفل. فانت مثلا تفضل تجمع احجار الديفل، تجمع احجار الديفل. حسيتهم تمام بتحطهم زي ما هم، ما حسيتهمش تمام بتعمل لهم بقى ايه زي بلاست كده، او بتحطهم على بعض عشان يدوك قطع احسن. تمام. فاحنا كده ايه هنبتدي نخش في الجزئيه الثالثه. الجزئيه الثالثه دي اللي هي ايه، انا هبتدي ان انا الاحجره دي مثلا انا معايا حجرين اهو ظهرهم ابيض، انا هخلي ظهرهم موف. تمام. خش هنا على حاجه اسمها الريفاينمنت. ريفاينمنت هنا طبعا فيها تفاصيل كتير، هخليكم معايا بقى واحده واحده كده. احنا دلوقتي ايه مثلا، انا عايز مثلا اطور من الحجر ده. مثلا احط الحجر ده اهو احاول اطوره. هو دلوقتي ايه لغالي الحاجات اللي ما ينفعش تتحط معاه. هو كده كده الابيض هو بس اللي ينفع يتحط على الابيض، ما ينفعش احط ابيض على ذهبي على موف. تمام. انا هحط اهو ابيض على ابيض. تمام. وادوس كومبين. كومبين هو كده هيدمجهم في بعض ويطلع لي حجر احسن. فانا دوست اهو طلع لي حجر ايه احسن. المفروض ان هو احسن بس طبعا يعني مثلا ظهره مش موف فهو كده ايه ما طلعش احسن. احنا هنجرب نحط اتنين ابيض تاني على بعض. مثلا نحط مثلا واحد ابيض، واحد ابيض. دوس كده اهو طلع لي واحد موف. فايه انا كده ايه اخدت فعلا حجر احسن. تمام. بعد كده مثلا ايه ابتدي ايه احط حجر موف ظهره موف على حجر ظهره موف. استنى كده مش راضي يدوس. حجر موف اهو على حجر ظهره موف. تمام. ادوس كده هيطلع لي حجر تاني. افضل اعمل بقى كده ايه لحد ما يطلع لي حجر ذهبي. بعد كده ممكن احط ذهبي على ذهبي لحد ما اطلع احجره حمراء. تمام. المهم ان انا احاول اوصل لاربعة، يكون مثلا الاربعة لايت. تمام. والاربعة كلهم احمر. تمام. واعلى ليفل هي دي اقوى حاجة. فانا بقعد ادمج الاحجرة على بعض لحد ما اوصل لاحسن احجرة انا ممكن اقدر عليها لو انا مش بشحن. لو انت برضو شحين قوي ممكن تشحن البوكس اكتر من مرة، يبقى معاك مثلا اربعة بدل ما معاك اربعة ذهبي يبقى معاك 8 ذهبي، 16 ذهبي، وتبتدي تدمجهم في بعض بحيث انت تحاول تجيب الاربعة احمر. تمام. ده بالنسبة لازاي تقدر ان انت تدمج الحجرة وان انت تجيب ديفل احسن فاحسن فاحسن وهكذا. تمام. بعد كده بيديك كذا اوبشن بقى فوق هنا مش مهمين قوي بصراحة يعني، بس انا هشرح لكم. حاجة اسمها كلينس. نحط مثلا الحجر مثلا الحجر ده. تمام. هو هنا بقى بيقول لي ايه، بيقول لي ان احنا هنحاول نعلي لك الفريجمنت. تمام. فانا مثلا لو دوست كده تمام هو مثلا ايه بيقول لي الستيت بتاعت الحجر اتغير، تحب نغيرها ولا نسيبها زي ما هي. هو بيقول لك مثلا بدل ما كان بيدي فيزيكال اتاك بقى بيدي هيت ريتشيو. بدل ما مثلا بقى كان بيقوي ضربة الفلاينج دراجون بقى بيقوي الفانينج سبير. تمام. فبيقول لك انت عايز تكمل، عايز تكمل تجرب يمكن يجيلك حاجة احسن ولا خلاص كده تمام. فبقول له مثلا تمام او عايز اكمل زي ما احب. تمام. فانا مثلا هقول له تمام. تمام يعني مش عايز اكمل، لا سيبها زي ما هي. تمام. فدوست تمام فكده تمام هي اتغيرت بقى الهيت ريتشيو يعني اتغيرت، ما حملتش فريجمنت تاني ان هي تتغير تاني. تمام. وكده كده الفريجمنت ده بيتعمل بالجوهره اللي هي رياكتس ستون دي، فلازم يبقى معاك منها كميه. كده كده بتجيلك هدايا كتير، الموضوع بتاعها سهل لو انت عايزها هتلاقيها اصلا معاك من غير ما تاخد بالك. تبتدي بقى ايه تظبط الستيت بتاعت كل حجر على اللي انت عايزه بقى فيزيكال اتاك ماجيكال اتاك زي ما تحب. تمام. بس هو انت كده كده برضو لما بتبقى شاحن الديفل هو بيبقى جاي لك ايه ماجيكال اتاك، بيبقى يعني بيبقى مظبوط صح، وبيبقى ده مثلا فيزيكال اتاك. انت برضو ممكن تغير الستيت بتاعتهم وتقلبهم كلهم ماجيكال او تقلبهم كلهم فيزيكال زي ما تحب عن طريق الحجر ده. تمام. بس نخش على السكشن التانية. هنا بقى بيقول لك ايه ان انت يعني مثلا هنحط مثلا الحجر ده وهنحط الحجر ده. تمام. هنا بقى بيقول لك ايه الحجر ده مثلا ما فيهوش سبيريت افكت اللي هو المين. بيقول لك انت كده هتخلي الحجر دوت برضو ما فيهوش سبيريت افكت. لو انت تمام بتقول له ايه تمام، بتحط ديت الماتيريال دي، الماتيريال دي برضو بتلاقيها معاك وتدوس تقوم ايه يقوم متحول الحجر مثلا للستيت دي بتحولها للستيت دي. تمام. مثلا مثلا ده بيقوي السورد ده بيقوي السبير، انت عايز ايه ده يقوي السورد برضه، فبتضحي بالحجر دوت مقابل ان انت ايه تقوي السورد برضه. لما بيبقى معاك الماتيريال دي بيخلي نسبة نجاح الموضوع ده 100%. تمام. لو الماتيريال دي مش معاك بيكون نسبة نجاح الموضوع ده ايه 40%. طبعا انا مش معايا اعمله دلوقتي فمش هعمله، بس يعني فهمتكم الطريق. تمام. هنا بقى الانشانس. تمام. ندوس هنا اهو
انا طبعا معيش الماتيريال اللي بتعمل الموضوع ده، بس يعني ديت بتخلي بتغير اصلا الاتريبيوت افكت. يعني هنا مثلا احنا كنا بنغير الستيت من حجر لحجر، هنا انت بقى اصلا بتغير الستيت بعشوائيه، يعني بتحط الماتيريال بتاعتها وبتدوس تمام، بيبتدي هنا النو سبيريت افكت دي مثلا تتحول مثلا لحاجه بتقوي السورد، حاجه بتقوي السبير. انت بتبتدي بقى تقعد تلعب كذا مره لحد ما ايه نظبط الديول بتاعك زي ما انت عايز بالظبط. تمام. هنا بقى عندنا بقى الجريند. الجريند دوت بنحط دي كده، طبعا دي اهم حاجه. تمام. ده الستيت اصلا اللي فوق ده اللي هو اهم حاجه، نحاول نخليه الماكسيمم. تمام. فهي الماتيريال ديت فاري ريتيو ممكن يبقى فرنج من 11 ل 22 از ماكسيمم. تمام. فانا عندي دلوقتي 13، فانا لو دوست ممكن يبقى اعلى ممكن يبقى اوطى، فانا بفضل احاول لحد ما احاول اخليه قريب قوي من ال 22 لو انا مهتم بباري ريتيو اصلا. لو مش مهتم بباري ريتيو هروح اصلا اغير الباري ريتيو. تمام. اللي هو تقريبا استنى كده افتكر، اللي هو تقريبا في الكلينس. يعني في الكلينس هنا لما هدوس هبتدي ايه ان انا اغير الباري ريتيو، اوصل مثلا ان هو بقى ماجيكال اتاك. تمام. انا خلاص انا عايز ازود الماجيكال اتاك، خلاص انا كده تمام. اخش بقى هنا ايه مثلا احط مثلا الايتمايه، مثلا سي احط ايتمايه فعلا فيها ماجيكال. فين ايتمايه فيها ماجيكال او ماجيكال اتاك؟ يقول لي ماجيكال 59 ل 65. لا انا هعمل جريند واحاول اوصلها ايه ل 65، وافضل اعمل جريند لحد ما توصل 65 لو انا عايز بقى الديفل بتاعي يبقى توب التوب. تمام. احنا كده تقريبا شرحنا كل حاجة، يعني كل حاجة تقريبا كده اتشرحت. خليني كده اشوف معاكم برضو لو في حاجة انا نسيها. في حاجة بسيطة برضو صغيرة هنا، انت مثلا بتدوس بيقولك الديفل بتاعك ايه الحاجات اللي بيديها لك كلها. هنا هو كده بيزودني اوفر اول 241 ماجيكال اتاك، 7 اتش بي ريكفري، الكلام ده كله. تمام. هنا مثلا الحاجات مثلا بيقوي ضربة البو، بيقوي ضربة سبير، بيقوي ضربة جليف، الكلام ده كله. ممكن تشوف برضو الرانكينج بتاع الديفل قبل ما تشتريه، يعني تشوف انت محتاج انهي ديفل او شايف انهي ديفل حلو. تبتدي تدور هنا مثلا سي مثلا الديفل ده عاجبني مثلا الستيت بتاعته تمام قوي، فانا بحاول بقى ايه اتارجت ان انا ايه اجمع الديفل ده عن طريق الحاجات اللي في الكرافت اللي انا وريتها لكم، واخلي معايا الاربعه دول عشان يبقى معايا الستيت دي كلها. تمام. خليني كده افتكر معاكم لو في اي حاجه في الديفل تاني نسيها. هنا في الاكتيفيتي قلنا forgotten world. تمام. forgotten world دي برضو يعني ممكن تخشها مع كذا واحد صاحبك، بحيث ان هي لو صعبة تبتدوا تساعدوا بعضيكوا. وعلى فكرة بتدي كذا حاجة، مش احجار الديفل بس. بس هو يعني زي ما انا فهمتكوا اسهل حاجة ان انتوا تشحنوا الجواهر عشان خاطر تقدروا تجيبوا البوكسات. ويعني دي حاجة احنا بنعملها كلنا من زمان، مش انا بس او مش حد معين. فزي ما انا فهمتكوا كده الديفل بيتظبط ازاي، واتمنى اكون افدتكوا. معلش الفيديو طويل شوية المرة دي، بس هو الموضوع فعلا فيه تفاصيل كتير، فاتمنى اكون فدتكوا وشكرا.